السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزكم الله. النهاردة إن شاء الله جبت لكم طريقة تاني أهو إزاي تركب وش باب الشقة بطريقة تاني أهو بالشاكوش ولازمين فقط. تابع معانا للآخر عشان تعرف إزاي ركبت وش الباب ده أهو بطريقة سهلة جدا، وإن شاء الله أول ما تشوف الطريقة إن شاء الله تعملها بنفسك لو أنت مبتدئ أو حابب إن أنت تعمل حاجة زي كده ببيتك بنفسك أهو. فالفيديو ده إن شاء الله هيفيدك لأن الطريقة سهلة جدا وموضح أهو زي ما انتوا شايفين. اول حاجه انا جبت الوش الباب اهو على الباب. الوش نفسه وش الباب مثلا بيهم 90 سنتي، والباب اللي معايا ده عرضه 83 سنتي. فانا بخلي الرفرفر اللي هي في 90 سنتي طبعا من 83 يبقى فيه 7 سنتي. بخلي التلاتة سنتي ونص مطرفة من ناحية، وتلاتة سنتي ونص التانية مطرفة من ناحية، عشان لما اجي هقطع الحتة الزيادة دي فتبقى مظبوطة معايا بالظبط. الباب يمين زي الشمال، الباب اهو بالغير اهو. الباب نفسه ده فيه حشاوة اهو، الحشوة دي صادة الروس اللي انا عاملها، الروس اللي موجودة في الباب القديم اهو، فماشية معاها بالظبط. فالوش نفسه ده خفيف، فالحشوة دي معايا هتصد معايا الايه الوش بتاعه. فلو الحشوة بتاعتك ساقطة لتحت فلازم انت تحط لها خشب عشان خاطر ايه الوش نفسه ما يتفجعش منك. اهو انا حطيت الوش وببدأ اقيس التلاتة سنتي ونص اللي قلت لكم عليها الزيادة اللي هي رفرفة اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بأكد عليها، وببدأ اخد مسمار فوق ومسمار تحت اهو عشان خاطر الوش نفسه ما يسحبش منه. وبأكد على التلاتة سنتي ونص اللي انا قلت لحضراتكم عليها. سواء الباب معاك 80 سنتي او 83 سنتي، ولقيت فيه 10 سنتي يبقى 5 و5 اسيبها منافرة، فلقيت فيه 15 سنتي يبقى 7 سنتي ونص، ايا كان العرض بتاع الباب. فانت هتسيب فيه الحتت اللي هي ايه اللي هترفرف معاك دي، تسيبها من هنا ومن هنا عشان خاطر الباب يبقى مظبوط معاك. وببدأ اهو اسمر في الثلاثات بتاعها اهو مسمار باستخدام مسمار شيشة 2 عادي اهو باستخدام لازم تحط الثلاثات تحت لو عندك الحلق، لو عندك الباب اسف، لو عندك الباب نفسه الحشوة نفسها واطية لتحت فلازم تكتر ثلاثات. والافضل ممكن انت حضرتك تجيب ابلكاش وتحطه تحت الايه تحت الوش ده، هيبقى 10 متانة. انا بعد ما سمرت اهو بجيب اللقطة دي زي ما شفتها قدامك، يا رب تكون واضحة اهو. اللقطة دي اللي انا بظبط عليها المقاس اللي هو التلاتة سنتي ونص الزيادة اللي انا سبتها، والاتنين سنتي اللي عايز اسيبها من الباب نفسه من الجايم نفسه. فتبقى كام؟ فتبقى 3 سنتي و2 سنتي ونص يبقى 5 سنتي ونص. فانا بقطع اللقطة دي بتاعتي 5 سنتي ونص بالظبط نص، وببدأ اعلم بيها اهو. وبعد ما اعلم بيها وبجيب الحلية بتاعته اهو على العلام بالظبط، وابدأ اسمره اهو، طبعا باستخدام الغيرة وباستخدام طبعا مسمار شيشة 3 عادي. بعلم اهو، ببدأ برضو بمسك اللقطة بتاعتي وبأكد عليها اهو. كل ما باخد جيمة مسمار ببدأ أكد عليها برضو تاني معايا اهو. يعني الطريقة سهلة جدا ان شاء الله، وتعملها بنفسك بإذن الله. ولو في اي حاجة مش واصلة لك حاجة انا تحت امرك، اكتب لي في تعليق وانا ان شاء الله ارد عليك. ظبطت باللقطة بتاعته وبأكد عليه بالمسمار في الاماكن اللي هي ما خدتش مسمار اهو. وببدأ اهو باستخدام الازميل اهو زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالمنشار ده بالازميل اهو. ببدأ احز اهو، احز على الحلية بتاعتي بالظبط. ببدأ احز اهو حزة 2 3 كده، اصلا بطبعه خفيف فحزتين 3 كده هيطلع معاك. فانا باكد عليه اهو، ولازم تاكد عليه برضه عشان خاطر ايه ما يكتمش منك وانت مطلع الحته اللي هي الزياده اللي ملهاش اي لازمه دي. ارفعها كده سنه سنه تيجي معايا اهو اهو تمام. فبكده دي ملهاش اي لازمه.
وببدا اهو بالازميل برضو نفس الكلام، بنضف لو في رايش ولا اي حاجه كده اهو زياده. وزي ما انتم شايفين اهو ال 2 سم اللي انا عايزها اهو بدات تظهر من الباب. 2 سم دي ليه؟ عشان خاطر الفريز بتاع الحلق نفسه ما الباب ما يكبس منك او يعمل معاك سوسته، فلازم تسيب 2 سم. تمام، دي بالزياده. هو ممكن الفريز السنتي بتاع انت بتسيب 2 سم بس كده ايه ل... للزياده، عشان خاطر الباب نفسه ما يعملش معاك سوسته او يخدعك في القفل والفتح. وببدا اقلب نفس الكلام الناحيه التانيه اهو، واجيب اللقطه بتاعتي وابدا اعلم بيه اهو زي ما علمنا الناحيه التانيه، باستخدام الغيره زي ما احنا شفنا برضو في نفس العود اللي فات كده، باستخدام الغيره اهو ومسمار شتلاته، وابدا اسمر واجيب اللقطه بتاعتي واكد عليها زي ما انت شفت بالظبط اهو. اكيد طبعا معلومه وصلت لك اهو. انا شايفها يعني الحمد لله طريقه اي حد ممكن يعملها، واحنا نفيد بعض. لو في عندك طريقه تانية غير كده ممكن عادي تكتب لي في تعليق وتفيد الناس كلها اهو. ويلا اعمل لايك للفيديو عشان خاطر الناس كلها تستفاد زي ما انت استفدت. يعني احنا عايزين الكل يستفاد، وعايزين الفيديو ده يوصل لكتير، لعل وعسى اي حد يستفاد. تمام، وببدأ أحز أهو زي ما حزين أهو بالظبط كده أهو. بحز على المكان الحيلي بالظبط كده، أبدأ أمسك الأزميل يعني عادي سهل أهو. وببدأ أمشي على على الحيل، يعني طريقة سهلة جدا. أنت مش معلم عشان خاطر أزميل يروح منك شمال ولا يمين، أنت بتمشي على الحيلي بالظبط. يعني الحيلة دي عاملة لك نظام مسطرة، أنت بتسمرها في الأول عشان خاطر تعمل لك نظام مسطرة. بس احنا كل القصة إن احنا نظبطها على نفس المقاس بالظبط. وببدأ أهو أخلعها أهو من مكان أهو، وبرضه ده إيه ملهاش أي لازمة. واو الرايش تمام، وفي رايش كده ببدأ اهو انضف مكانه اهو بالازميل برضو نفس الكلام. يبقى احنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا ازميل وشاكوش ومتر. واعتقد ان الحاجات دي الادوات دي موجودة في كل بيت او مع اي هاوي، فدي حاجات سهلة. ولو ما عندكش ده رخيصة جدا، يعني انت ممكن تجيبها حركة 30 جنيه كده وتركب الوش بتاعك بدل. كتير للراس، ايه الراس قدامك هو راس الباب اهو من تحت. تمام، ببدأ اخد مسمارين بس بعد ما غريت، باخد مسمارين بس كده ايه في النص. وباستخدام طبعا المنشار او السحجة ببدأ اخد الزاوية 45. خدت الزاوية 45، بعلم الاتنين سنتي على الراس نفسها بالظبط. او من غير ما اتعلم انت ممكن ايه تمشي على على الراس كده اهو، تزوي المنشار بتاعك على اول الحيلية اللي هي ايه الجايم، واخر الحيلية اللي هي ايه اللي هي الراس، وتبدأ تنزل معاك يعني سهلة جدا. وهو نفس الكلام اهو الناحية التانية اهو. وانا ان شاء الله هشرح لكم في فيديو جديد ان شاء الله ازاي تعمل صندوق لنفسك تقطع بيه الزاوية 45 بطريقة سهلة جدا ان شاء الله. اهو بعد ما سمرنا الراس بتاعتنا اهو ببدأ احز اهو تاني نفس الكلام برضو، بحز الراس بتاعتي. هو ببدأ احز الفايبر، هو الفايبر طلع معايا سهل اهو خالص اهو، مفيش اي حاجة. انا سبت يا جماعة تحت ليه كتير؟ عشان خاطر طبعا انت تحت عارفين تحت الباب بيتعرض للمية، يعني بيتعرض لحاجات كتيرة جوه ممكن تبوظ الفايبر. فالفايبر برضو يعني ضعيف نوعا ما، فلازم تسيب تحت زيادة كتيرة مثلا وليكن 10 سنتي. ببدأ اسمر اهو فوق الراس بتاعته اهو برضو باستخدام الغيره اهو. ببدأ اخد مسمارين برضو في النص بالظبط اهو زي ما احنا قلنا، مسمارين في النص عشان خاطر بس كده. انت لو خدت مسمارين هناك على الطرف ممكن ايه الحيلة تكتم معاك، فمسمارين في النص بس اقطع الزاوية بتاعتي وتنزل. بعد كده ايه ابدأ ايه اسمر المسمار بتاعي عادي مفيش مشاكل اهو كده تمام اهو. بعد ما قطعت اهو نزلت ابدأ ايه اسمر المسمار بتاعي عادي ولا في اي مشكلة. وبعد كده اسمر هو احز نفس الكلام اهو الراس بتاعتي اهو من فوق اهو. ببدأ كده اهو ملهاش اي لازمة اهو. بعد ما فكيت اهو فوق عادي بسيب 2 سنتي زي الداير بتاعي بالظبط، غير تحت انا بسيب 10 سنتي طبعا عشان خاطر ايه زي ما قلت لكم اللي ايه
العوامل البيئة بس مش اكتر. وهو الباب بعد ما خلص اهو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد.